سيد احنا هنعرف ناخد حقنا منه. اوعى يا رجب، سيبنا يا رجب. طب وحياة امي ما اسيبه، اكسره النهارده انا هكسره. في ايه يا ده سيد؟ في ايه يا رجب؟ يا ابني انت كده هتضيع حقك، اسمع الكلام. طب وحياة امي كمان مره نذبحه. ده سيد ايه يا رجب؟ في ايه يا رجب؟ سيد بيتخانق مع مين؟ عيل معدي بتوك توك خبطه غصب عنه، نزل قال له معلش حقك عليا. سيد نزل فيه بالاقلام على وشه. العيال اتلموا مع الواد بتاع التوك توك وطلعوا سلاح على سيد. يا لهوي، طلعوا عليه سلاح. ايه يا سيد اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ سيد كده غلط يا سيد. ايه هذا اللي انت ماسكه ده؟ ادخل يا واد دخل السكينه دي جوه. طب وربنا ما سيبهم، نعلم عليهم كلهم واحد واحد. يا واد يا سيد الحق يا رجب. يا سيد اصبر. طب يا سيد غلط كده بقى يا سيد بقى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، مين ينادي لابو سيد دلوقتي من القهوه؟ وادي علاء، انت وادي علاء اجري بسرعه، واد نادي لابو سيد من على القهوه، قول له ابنك سيد بيتخانق مع عيال معاهم توك توك ورافعين سلاح على بعض بسرعه يا واد. حاضر يا خالتي فريره. جيب العواقب سليمه يا رب. بقول لك ايه يا عم، هو فين العيال اللي كانوا هنا واقفين ومعاهم سلاح؟ عيال مين يا ابني؟ كلهم مشيوا. ما قلت لك يا عم سيد خلاص بقى، طلع السكينه اللي في ايدك دي يا عم وتعالى نطلع، لو شفناهم في اي حته تاني نبقى نعلم عليهم، طالما هم مشيوا يبقى خافوا منك يا سيد. اتقي الشر يا ابني وشيل السلاح ده من ايدك، ده اخرته وحشه. واديني حاجه لله لو معاك حاجه لله. روح يا عم الله يسهل لك يا عم. طيب اديني انت يا ابني حاجه لله. الله يسهل لك يا حاج. يلا بقى يا عم سيد نروح ولا ايه بقى؟ يلا يا رجب، انا اعرف ازاي اقفشهم واظبطهم. حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره. في ايه ده سيد بتتخانق مع مين ياه؟ مفيش يا ابويا، شويه عيال خيبانين كده وراحوا لحالهم خلاص. مفيش حاجه يا حاج، هو موضوع خلصان يعني مفهوش اي حاجه. يعني ايه موضوعه خلصان؟ مش تفهموني بتتخانقوا مع مين؟ مين ياض اللي اتخانق معاك ياه؟ شاور لي عليه وقول لي هو ده وانا اشيلهولك من على الارض شيل واهبدهولك في الارض، اكسر لك عظمه وعظم اللي جابه كمان. يا ابويا والله شويه عيال مالهمش لازمه، ولو كنت مسكتهم كنت علمت عليهم كلهم، بس طلعت البيت ونزلت ما لقيتش فيهم واحد واقف، كلهم خدوا بعضهم وجريوا، خافوا مني يا ابويا. تعرف مين اللي كانوا شايلين السلاح دول يا ده رجب؟ لا يا حاج، ناس غريبه مش من المنطقه. ولما هم ناس غريبه ومش من المنطقه يجوا يعملوا علينا رجاله هنا، اللي تمسكه هذا السيد دوس عليه برجليك، واللي يكلمك انا هكمل لك عليه. يا ابو سيد خلاص خلصنا، قولي الواد سيد يطلع، وانت يا ده رجب اطلع مع سيد يا واد عايزاه. حاضر يا ام سيد ابعتهم لك. حاضر يا امي طالعين. حاضر يا حاج انا طالع مع سيد وجايلك. خلاص يا ابويا توكل انت على الله، وانا هطلع انا ورجب نبص على امي. انا امشي دلوقتي وشوف امك عايزه ايه وبتعالى لي على الكافيه وهات رجب معاك. حاضر يا ابويا. من عيني يا حاج، هنخلص مع الحاجه فوق واجيلك انا وسيد. ما تتاخروش عليا. من عيني يا حاج. حاضر يا حاج مش هنتاخر. يلا يا رجب نشوف امي عايزاه يا رجب. يلا اخويا. وبعدين يا سيد مش هتبطل تاخد السكينه وتجري كده زي العيال اللي مش فاهمه حاجه؟ يا ام ده انا لو كنت لقيتهم كنت دمدمتهم. بطل يا واد الفاظ الشوارع دي يا واد. يلا يا واد خد رجب وكلوا لكم لقمه وغيروا هدومكم وانزل لابوك يا واد يلا. معلش يا رجب يا ابني تعبناك معانا. لا تعبتني يا حاجه، ده سيد اخويا. يلا خلص يا سيد وعرفني قبل ما تنزل وان انت نازل. حاضر يا امي. يلا بينا ندخل يا رجب. يلا يا سيد. ايه رايك يا اخويا، تاكل الاول ولا تغير هدومك الاول؟ لا نغير هدومنا يا سيد ونبقى ناكل اي حاجه في الكافيه. حبيبي يا رجب، احب الراجل اللي بيخاف على شغله كده. يلا نغير هدومنا ونبقى ناكل اي حاجه في الكافيه. ايه رايك طقم ليا انا وانت نشتغل بيه في الكافيه يا صاحبي؟ ده 100 تسلم ايدك يا سيد. يلا بينا عشان ما نتاخرش على الحاجه يا سيد. يلا يا حبيب اخوك. قول لي عايز تفهم اي حاجه قبل ما نقعد مع ابويا؟ لا يا سيد ولا اي حاجه، كله تمام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. الكافيه شغال مش كده؟ يا باشا حتى لو قافل نشغله لك مخصوص، اتفضل تأمرني. شكرا جزيلا. شفت يا ده رجب الزباين اللي هتتعامل معاهم؟ بقول لك شكرا جزيلا. ده باين عليهم ناس محترمين قوي. طيب يلا ندخل اخويا. يلا يا قلب اخوك.
عايز مج نسكافيه من فضلك. من عيني تأمرني. اتفضل حضرتك، اقعد على الترابيزه جوه واوصل لحضرتك المشروب حالا. شكرا جزيلا. سلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيد؟ السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه الله. ازيك يا رجب؟ يلا توكلوا على الله. الراجل اهو بتاع شكرا جزيلا يا رجب، شفته؟ ايوه يا اخويا شفت. هو طلب ايه مشروب يا ابويا؟ طلب مج نسكافيه يا سيد. هوا يا حاج، هجهزوا له وادوا له لحد عنده. الله يبارك لك يا رجب، الله ينور يا صاحبي. بقول لك كده يا سيد، الواد رجب ده باين عليه بتاع شغل، عايزك تمسك فيه وما تسيبوش، واللي هو عايزه اديهوله. رجب ده اكتر من اخويا يا حاج، لا ما تقلقش منه خالص، فعلا واد بتاع شغل وقلبه حامي. طب يلا يا سيد اتوكل انا على الله، وريني شطارتك انت بقى. عايزك توريني كده هتدور الكافيه لوحدك ازاي انت ورجب؟ يعني لازم وجودي معاكم ولا انا اتوكل على الله؟ يا حاج انا ما استغناش عنك ابدا، بس توكل على الله، ارتاح في البيت، لو احتجت اي حاجه اكلمك بالتليفون يا حاج. طيب يا ابني ربنا يقويك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا ابويا. منورين الكافيه بقى يا واد. الدولارات جاهزة يا بوب بيه وحطيتها لك في الشنطة زي كل مرة. تأمروني بأي خدمة تانية بقى يا واد؟ مش أنا طلبت مج نسكافيه، جايب لي قهوة ليه؟ القهوة دي أبيع على حساب سيد ابن صاحب الكافيه. طيب شكرا، اشكرهولي يا سيدي، لو احتاجنا حاجة تانية أبقى أندهلك. شكرا. قدامك رجب يا بيه، لو احتجت حاجة انده وقول يا رجب بس. عن إذنكم. ويا ترى الشنطة فين دلوقتي؟ في الحفظ والصون يا بوب بيه، بس انا حاسس ان في نوش والحكومه بدات تدور عليك، قلت هدي الجو شويه. بقول لك يا سيد، الراجل بتاعك شكرا جزيلا ده ومعاه واحد تاني عمالين يحكوا في دولارات ومش دولارات، وشكلها كده في حكايه. وبعدين يا عم رجب احنا هنقف نتصنت على الزباين؟ احنا مالنا ومالهم يا عم، دولارات ولا مش دولارات، احنا نقدم لهم مشروبهم ويدينا حسابنا وسلام سلام. طب اقول لك على حاجه يا صاحبي وتمسك اعصابك وتوعدني ما تتهورش. اتهور؟ ليه يا رجب في ايه؟ اوعدني الاول اخويا ان احنا ما نتهورش ونحلها بالعقل. اوعدك يا رجب، قول لي بقى في ايه بقى؟ الواد اللي قاعد مع بتاع الدولارات واحد من العيال اللي كانوا رافعين عليك سلاح في الخناقه. شفت يا رجب، مش قلت لك هيجي تحت ايدي تاني؟ انا هوريك اعمل ايه فيه دلوقتي. يا سيد انا قلت لك اوعدني نحلها بالعقل يا سيد، تقول لي اوريك اعمل فيه ايه دلوقتي؟ عايزين نحلها بالعقل، في حوار بيدور في الكافيه يا سيد. يعني انت شايف ايه يا رجب، ايه الحل دلوقتي؟ الحل خليك بعيد انت دلوقتي يا سيد، انا اعرف اتعامل معاهم. طيب يا عم رجب اديني بعيد اهو، فرجني بقى تتعامل معاهم ازاي. بس عشان تبقى فاهم يا رجب، الواد ده انا مش هطلعه من الكافيه. ايوه مش هيطلع من الكافيه خالص. يا رجب ممكن اروح اشوفه عايز ايه؟ سيبني انا اظبط لك الدنيا يا سيد. اتفضل يا عم رجب. امرني يا استاذ. البوب بيه اللي عايزك. انا عيني للبوب بيه. خد دول ليك انت وسيد يا رجب. ايه ده، من يد ما نعدمها يا بوب بيه، ربنا يخليك. بس ده مش كتير يا بوب بيه. يا سلام، ربنا يخليك لينا يا رب. بقول لك ايه يا رجب، هو انا ينفع اجيب شنطه اشيلها عندكم هنا شويه وابقى ارجع اخدها تاني؟ امان يعني؟ بوب بيه حاجتك في امان الامان، هنا امن مكان في العالم، وتقعد سنه مش يوم ولا يومين، تاخدها صاغ سليم وعليها بوسه. بس دي هتبقى فيها اوراق مهمه، اشيلها لك جوه عينيا يا بيه. طيب يلا يا بوب بيه عشان اتاخرنا. تمام يلا بينا، هجيلك تاني يا رجب. تنوروا الدنيا في اي وقت يا بيه. السلام عليكم. يا سيد تأمرني بأي خدمة أنا دلوقتي؟ لا خلاص، روح أنت دلوقتي وعلى تليفون مع بعض. أي حاجة لله يا بيه. الله يسهل لك يا عم. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. إلهي يأمر بيتك. بص يا سيد، اداني دولارات قد إيه؟ يعني سبتهم يمشوا يا رجب صح؟ مشيت الواد مش كده؟ لا يا صاحبي والله ما أقصد، أنا كل قصدي بس إن لما لقيت الموضوع فيه دولارات وفلوس فقلت الموضوع كبير. ولو الموضوع كبير يا عم رجب تخليهم عندنا في الكافيه ولا نمشيهم؟ لا نمشيهم يا سيد، عشان جايين تاني وجايين بشنطة وجايين بحاجة تقيلة معاهم.
طيب الله يبارك لك يا عم رجب، يبقى نقلب الكافيه غرزة وشنطة وعملة ونشتغل في تجارة العملة ونخرب الدنيا. ايوه كده صح يا عم رجب. انا ما قلتش كده يا سيد، على فكرة احنا لازم نروح نقعد مع الحاج ونفهمه الموضوع ده وناخد رأيه. دي فلوس كتيرة دي يا رجب. كتيرة وبزيادة يا صاحبي، وبيقول جايب شنطة مليانة دولارات، بس هو بيضحك عليا بيقول لي فيها اوراق مهمة. عايزين نقعد مع الحاج ونفهم هنعمل ايه. ايوه لازم نروح نقعد مع ابويا ويفهمنا نتصرف ازاي. طب يلا بينا يا سيد. يلا بينا رجب. مساء الخير يا ابويا. مساء النور يا سيد، عامل ايه؟ عامل ايه يا رجب؟ الحمد لله يا حاج انا كويس. ها يا سيد، عملتوا ايه في الشغل النهارده؟ في حاجة غريبة حصلت بعد ما مشيت يا ابويا. شفت الراجل اللي دخل طلب مج نسكافيه؟ ادى رجب دولارات كتيرة وقال له انا عايز اشيل عندك شنطة فيها اوراق مهمة، ممكن تشيلها لي عندك؟ وبعدين قلت له ايه يا رجب؟ قلت له ايوه طبعا ينفع يا حاج، والمكان هنا امان وامان الامان كمان. بس معلش يا حاج، انا حسيت ان الراجل بيكذب عليا ومش جايب اوراق مهمه ولا حاجه. يبقى المفروض يا رجب ما تقولوش امان ولا مش امان، ولا يشيل حاجه عندنا ولا لينا دعوه بيه ولا بحاجته. انا اسف يا حاج مش قصدي، بس انا قصدي ان احنا نامن المكان ونامن الراجل جوه المكان، لان الراجل ده كان قاعد معاه واحد من اللي رافعين سلاح على سيد في الخناقه. ده صحيح يا ابويا، كان معاه واد من اللي رافعين السلاح عليا في الخناقة. يعني واحد غريب مش من المنطقه جه ورفع عليك سلاح، والتاني جاي عايز يشيل شنطه في الكافيه واداكوا دولارات كتير، ده الموضوع كبير بقى. اتفضل يا ابويا، ايه الدولارات اللي اداها الرجب؟ دي دولارات بحقه حقيقي. روق بقى يا رجب، انت تزعل من الحاج ابو سيد ولا ايه؟ لا سيد ازعل ايه، ده زي ابويا برضه. بقول لكم ايه، ترجعوا انتوا على الكافيه دلوقتي تاني، ولو جالكوا الراجل وجاب الشنطه عشان يشيلها خدوها منه وشيلوها له، بس عرفوني هيجي امتى وهيجيب الشنطه امتى، ضروري تعرفوني قبل ما تستلموا منه الشنطه. ما قالكش هيجيب الشنطة امتى يا رجب؟ هيجيبها النهارده بالليل يا سيد. هيجيبها النهارده بالليل يا ابويا، هتتصرف ازاي بقى؟ اتوكلوا على الله انتوا دلوقتي وانا هتصرف، يلا بسرعه. يلا بينا يا رجب. يلا بينا اخويا. الو، يا سليم بيه، محتاج لك ضروري. ماشي هجيلك، سلام. السلام عليكم يا سليم بيه. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو سيد، عامل ايه؟ الحمد لله سالم بيه، شوف دول كده. الله ينور عليك يا ابو سيد، هم دول تمام اللي متبلغ عنهم. لا مؤاخذة يا بيه، دي فلوس ايه؟ مش شغلك يا ابو سيد. لا مؤاخذة يا بيه، طب تأمرني بأي حاجة تاني؟ عايزه يجي يشيل عندكم شنطة الفلوس في الكافيه من غير ما يحس بأي حاجة خالص. تأمرني يا سالم بيه، من ناحية اطمن، الواد رجب صاحب ابن سيد حاطله في بطنه بطيخة صيفي. على بركة الله.